السلام عليكم متتبعين قناه عالم ام نور، كديرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. وغنقول لكم عواشر مبروكه واخا فات الحال. المهم كنعتذر منكم بزاف وكنشكركم بزاف على التساؤلات ديالكم. وبالنسبه للبنات اللي كيدخلوا عندي الخاص وكيقولوا لي ما بقيتيش كتحطي الجديد في القناه، يعني كتسناو الجديد ديالي، كنعتذر منكم بزاف. كنقول لكم راه غير ضيق الوقت والضغط ديال الخدمه، داكشي علاش ما كنقدرش نشارك معكم اي حاجه كنخدمها. يعني بزاف المرات كنكون باغا نصور معكم ولكن كنكون خدامه ويعني مدخله شي في شي، كنلقى صعوبه باش نصور معكم. لذلك يعني كان عندي شويه ديال الضغط، راكم عارفين مع العواشر وهذه. كان ان شاء الله كنوعدكم المره الجايه ان شاء الله اي حاجه كتعدي. فقط كنطلب من الكليان الا كانوا كيشاهدوا الفيديو ديالي يوليو يعلموني على تيساع، باش هكا يعني نقدر نوجد كل مره، يعني وجدت شي حاجه نوجدها للوقت الكافي ونشاركها معكم. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم التمر معمر، يعني التمر بريستيج، هذا التمر المجهول. وفي اخر الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم حتى البلاطوات اللي مشاو مع هذا البلاطو ديال التمر، ونشارك معكم ان شاء الله حتى الاثمنه. فقط كنطلب منكم تبقاو مع الفيديو ان شاء الله حتى الاخير، تشجعوني بلايكاتكم وبتعاليقكم الزوينه اللي كتشجعني وكتدعمني، وبارطاجوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. المهم كيف ما شفتوا معايا عندي هنا التمر المجهول، عندي كيلو ديال التمر المجهول. يعني راه فايته كيلو، عندي كيلو زائد 2 حبات من فوق الكيلو. وعندي هنا العقده ديال التمر، العقده عفوا ديال اللوز. بالنسبه للكميه ديال العقده ديال اللوز تقريبا كيلو ديال اللوز راه يهز معنا تقريبا نص كيلو ديال كيلو عفوا ديال التمر المجهول، غيهز معنا نص كيلو. خصنا نخدموا ليه نص كيلو ديال اللوز عقده. المهم بالنسبه للفينيسيو اللي غنفينيه من الفوق به ان شاء الله، عندي هنا اللوز ايفيلي، وعندي البيستاج اكاجون، وعندي هذا، عندي الليمون المعسل، وعندي العقيق، وعندي ورق الذهب، وعندي هذا، عندي الشوكولاط اونوباج، وعندي الزيت، شويه ديال واحد الزلافه فيها شويه ديال الزيت وشويه ديال المزهر. المهم هنا كناخذ زويف، كنسردو بشويه المزهر وكنمسح، وكناخذ كلينيكس كندير فيه شويه ديال الزيت وكنعاود ندوز عليه من الفوق باش كيعطيني واحد اللمعان في التمر ديالنا. المهم بهذه الطريقه هذه كنبقى غادي حتى كنكمل التمر ديالي كامل كنمسحو بزويف كما قلت لكم في الاول، فيه شويه المزهر، وزويف ثاني فيه شويه ديال الزيت باش كيعطيني اللمعان. المهم غادي نكملوا ان شاء الله كامل نمسحو، غادي نرجع معكم ان شاء الله باش نكملوا. المهم من بعد ما كنمسحو انا هنا غادي نوريكم شنو غندير ليه ان شاء الله. المهم غير كنمسحو، كناخذ واحد السكين يكون ماضي شويه، كنقطع كندبحو من الوسط، كنحاول نحيد ليه العظم وغير بشويه، يعني هذا كيكون معسل ورطب، كيكون رطب ومعسل، داكشي علاش خاصنا نخدموه غير بشويه باش يبقى لينا الشكل ديالو زوين. المهم بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا كنخدموا. انا هنا راني كنسى راسي راني كنصور معكم، هذا هو الديفو ديالي، علاش ما كنبغيش يعني ما بقاش نلقى الوقت بين نصور معكم. يعني انا ملي كنكون خدامه صافي كنكون داخله شي في شي، ما عاقلاش بانني راني كنصور ولا شي حاجه. المهم بالنسبه لهذا الشكل هذا ما درت لي حتى شي نكهه، لانني من ما العقده ديالي راها خادماها بحال العقده ديال الكعبه، دايره ليها الكونفيتير، دايره ليها المزهر، دايره ليها المسكه الحره. المهم من اسمها غير القرفه اللي ما دايراش فيها، صافي من اسمها يعني بحال العقده اللي غنصيبوا بها حلوه ديال اللوز. هذه خليتها كيف ما هي صافي. وعبرت العقده درت فيها 14 غرام. انا قسمت العقده قبل ما يعني نديرها، قسمت العقده على عدد على عدد الشكل اللي عندي. بالنسبه لي انا عندي هنا شحال عندي ديال الشكل، عندي 7 ديال الشكل، يعني عندي قسمت العقده على 7 ديال على 7 يعني ديال الاجزاء. كل جزء يعني ضربت، انا عندي هنا 6 ديال الحبات، كل شكل غندير فيه 6 ديال الحبات، يعني عبرتهم ضربت 14 في 6 عطاتني 84 حبه. المهم عطاتني 84 غرام. عبرت العقده كل جزء درت فيه 84 غرام ونكهته بالنكهه ديالو. واحد نكهته بنكهه الفريز، الاخر نكهته بنكهه الحامض هذيك الصفراء، الثانيه نكهتها بنكهه الليمون اللي غنديرو فوق منها الليمون المعسل، والثالثه درت ليها نكهه البيستاج اللي غادي نديرو فوق منها البيستاج، والنكهه الثالثه درت ليها هذا شويه ديال نكهه الناطه. صافي وخدمتها هنا راني كتكندلك في العقده، يعني كنخلط فيها بهذيك النكهات باش كتدخل لي هذيك النكهه. صافي وغادي نغطيها وغادي نعبر العقده، كل جزء او كل نكهه كنعبر منها 14 غرام، كنعبر 14 غرام حتى كنكملها. كما قلت لكم انا راه عبرت حسبت في الاول، يعني 14 ضربتها في 6 عطاتني 84 حبه، 84 غرام عفوا. المهم 14 غرام ضربتها في 6 عطاتني 84 حب، 84 غرام عفوا. داكشي علاش باش يعني كل نكهه نكهتها ما نعاودش يعني ما تشيطش ليا منها،
وما تخصنيش عاوتاني. فهمتوا هادشي اللي بغيت نوصل لكم. المهم كنكور العقده ديالي، كندير فيها 14 غرام وكنحط حتى كنكملها. كناخذ هذاك كنعمرها، يعني كل شكل كورته كنعمرو وكنزينو وكنحطو. المهم هنا راني كنعمرها العقده كنديرها في التمر، وضروري كما قلت لكم كنخدموها غير بشويه، لانه التمر اللي عندنا تمر المجهول. بالنسبه لهذا التمر هذا الثمن بشحال خديته ب 130 درهم. هذا التمر ديال 130 درهم، يعني ديال الاردن، التمر المزيان. المهم هو اللي خدمت به. راه الاثمنه ديال التمر كتختلف، يعني كاين ديال 90 درهم، كاين ديال 100 درهم، كاين ديال غير ديال 80 درهم، ولكن على حساب الجوده ديال التمر. المهم انا كتعجبني نخدم الحاجه يعني على اصولها، او لا يعني كيف ما هو التمر المجهول، يعني خصني ناخذ حاجه زوينه وكاليتي مزيانه. المهم كيف ما لاحظتوا معايا عمرت التمر. الشكل ديال اللوز راني عمرته، واخا راني مع يعني ما نتابعتش وفاش كنكون كنفيني يعني كنجيب حدايا يدي، يعني كنقرب ليا يدي باش كنركز معها مزيان. ومهم كناخذ هذاك اللوز ايفيلي كنستفو، كنبقى غادا كنستف بالوحده على شكل سبوله. راه هذا الشكل هذا ما بانش معاكم، ولكن يعني كنتمنى ان شاء الله يكون يعني ما يكونش مشكل فيه الا بغيتو تخدموه. يعني راه ساهل، غير كتاخذوا العقده، كتاخذوا عفوا اللوز ايفيلي، وكتبقاو غادي بالحبه بالحبه، كل حبه كتخالفوا حبه من هاد الجهه حبه من هاد الجهه حتى كتكملوا كتجي بحال السبوله. هنا عندي هاد الشكل هذا ديال الليمون، هاد الشكل اللي بنكهه الليمون كندير فوق منه الليمون معسل. كاين هاد الليمون معسل مربع مقطع مربعات، وكاين الليمون معسل اللي مقطع شرائط. يعني كتستعملوا اللي متوفر. انا كنت باغا ناخذ صراحه شرائط، ما لقيتوش، لقيت غير الليمون غير المقطع. مع دابا دازت العواشر واغلبيه المحلات كان عليهم الضغط في البيع والشراء، يعني ما لقيتوش، وبقى السلعه ما دخلاتش جديده، صافي قضيت به هذا اللي مقطع ماشي مشكل. المهم هو المذاق ديالو كيجي رائع، يعني كنعرفوا اللوز كيتواتى بزاف مع الليمون، يعني مع الليمون معسل او نكهه الليمون كتواتى بزاف مع اللوز. المهم البنات كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما استفت عمرتها، المهم كنعمروا التمره بالعقده، ومن الفوق كنديروا على حساب النكهه اللي دايرين. كندير هنا راني كنستف الليمون معسل، وكما قلت لكم راه دائما كندير معكم هاد الديفو هذا، هو انني كنقرب ليا الخدمه فاش كنكون عندي كنفيني شي حاجه بيدي كنجيبها حدايا، ما كتكونش بعيده مني باش كنركز معاها اكثر ولا ما عرفتش. المهم هنا دابا راه باين بعدا شويه فاش كتكلصق عليها من الفوق الليمون معسل. المهم هاد الشكل ديال الليمون معسل هو صايبته، غادي ندوز معكم ان شاء الله الشكل الثاني. ودابا غادي ندوزو للنكهه ديال البيستاش. كيف ما قلت لكم دائما العقده كنبقاو نعبروها فيها 14 غرام، وكنحط عاد كنبدا كنعمر التمرات ديالي كاملين. هاد الشكل اللي غنديرو بالبيستاج. عاد كنبدا كنفيني كناخذ البيستاج. بالنسبه للبيستاج انا راه قسمته من النص، كل حبه قسمتها على جوج، الهوا ولا الاكاجو، ودخلتها من الفران. كيكون الفران عندي ديجا سخون، يعني طيبت فيه شي حاجه، صافي غير كنطفيه وكندخل ليه هذوك المكسرات ديالي باش كيسخنوا شويه وما كيبقاش عندنا فيهم هذيك الرطوبه، وكيعطيونا حتى المذاق زوين، كيعطيونا بحال المذاق ديال يعني راه مقلي. صافي وكنستفو من الفوق، يعني ما كيحتاج راه كيلصق معنا بسرعه، ما كيحتاج لا نلصقوه بشي حاجه لا حتى شي حاجه، لان العقده ديالنا كتكون معلكه، يعني اللي حطينا عليها كتشدها. صافي هنا صوبت هذا الشكل ديال البيستاج، وغادي ندوز معكم الشكل ديال الحامض. بالنسبه لهذا الشكل ديال الحامض هو اللي زينته بالعقيق، يمكن كنت موقفه التصوير وما صورتوش، ما لقيتوش صراحه في المونتاج، والفيديو معاه كان طويل، ما عرفتوش قطعته في المونتاج او لا انا وقفت التصوير. المهم هذاك الشكل ديال الحامض حتى هو كورته، وخويت هذاك العقيق اللي عندي في واحد الطاسه صغيره، وبديت كنغطس غير هذاك الوجه ديال هذا الوجه ديال التمر، كنحطه في العقيق، والعقيق كيلصق فيه غير بوحدو. المهم كنتمنى نكون شرحت لكم. بالنسبه لهذا الشكل الثالث هذا اللي درته بالفريز، درت ليه ورق الذهب. بالنسبه لهذا الشكل هذا كان طلب ديال الكليانه، يعني اللي بغات هذا الشكل هذا. صافي خدمته ليها. المهم كنستف ليه من الفوق ورق الذهب، كنحاولوا نستفوه نلصقوه غير بشويه، يعني راه كنلصق بسرعه. صافي وغادي ندوز معكم ان شاء الله للشكل السابع هو الشكل الاخير.
وغندوز معكم دابا الشكل السابع وهو الشكل الاخير اللي غادي نغطسوه في الشكلاط. المهم كندير دائما كنعمر التمر بالعقده اللي عبرت فيها 14 غرام كما قلت لكم. صافي هذا الشكل هذا غير كندوب، كنكون في هذه المرحله درت الشكلاط كيدوب، يعني درته في الباماغي كيدوب صافي. وغادي نعمر هذا وغنجيب ان شاء الله باش غادي نكمل معاكم. هنا جبت الشكلاط من بعد ما ذوبته، الشكلاط اونغوباج يعني نوعيه مزيانه. صافي كنغطس فيها داك التمره ديالي كما كتلاحظوا معايا، كنبقى نخوي عليها وكنحطها كندير هذا الكوش الاول. المهم كنحطها على البلاستيكه وكنعاود ندير حتى كنكملهم كاملين وكنخليهم حتى كينشف عليهم هذاك الشكلاط هذاك، وكنعاود عاوتاني ندير لهم الكوش الثانيه ونخليها حتى تنشف، عاد كندير الكوش الثالثه حتى يبان ليا بانه تغطى ليا التمر مابقاش كيبان يعني كله ولا شكلاط. صافي في المرحله الاخيره ملي كيبان ليا صافي راه التمر ديالي تغطى كندير واحد نص قرقعه من الفوق صافي وكنخليه حتى كينشف. من بعد ما كينشف عاد ديك الساعه ان شاء الله كنديرو في كويغطات وكنقدموه بالصحه والراحه. المهم دابا كملنا معكم، غادي ندوزو ان شاء الله للشكل النهائي والشكل الاخر ديال البلاطو ديالنا. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال البلاطو ديالنا. كيف ما كتلاحظوا معايا كيجي هماوي، كيجي رائع ما شاء الله. كنستقبلوا به الحباب والصحاب والناس العزاز بالصحه والراحه. الناس اللي خداوه انا خدمته الخطبه. المهم هذا الشكل هذا التمر هذا كيكون مطلوب بزاف في هذه الوقيته ديال الحج والناس ديال العمره كيكون مطلوب بزاف. المهم بالنسبه للاثمنه الناس اللي كيخدموا اللي غيسولوني على الثمن، حتى بالنسبه للكليان اللي كيبغيو يعرفوا الثمن، المهم هذا التمر المجهول هذا اللي خديته ديال 130 درهم، هذا ديال 130 درهم كيخرج من 300 درهم حتى ل 350 درهم الكيلو معبور، ماشي البلاطو راه تقريبا هذا هزيه 2 كيلو الا ربع، يعني 2 كيلو قل ربع. كنعبروا يعني البلاطو شحال هاز دينا وكنضربوه يعني كنحسبوا الكيلو صافي. وهذا هو الثمن باش كنخرجوه. كاين التمر كاين يعني الا خدينا التمر غير ديال 90 درهم ولا ديال 80 درهم راه كنقصوا في الثمن. المهم الاثمنه كتبقى على حسب الجوده ديال التمر وعلى حسب الفينيسيو. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. المهم بالنسبه لهذا الشكيلات اللي خرجت معاهم كانوا هما هادو البلاطوات اللي خرجت معاهم، غنقول لكم حتى هما الاثمنه. كانت فيهم الكعبه، كانوا فيهم جوج اشكال ديال صابلي وكان عندي فيهم المعلكه ديال كاوكاو فوق منها نص قرقاعه ورافايلو والفقاص البلدي. المهم كان شويه ديال الاختلاف، انا راه اختلفت عندي درت ليهم جوج في شكل وثلاثه في شكل لانه كانت شويه الاراء مختلفه، فحاولنا ندير لهم خاطرهم وكل واحد نديروا ليه داكشي ندخلوا ليه داكشي اللي بغا. حاولنا نشدوا معاهم الخاطر وكل وحده نديروا لها بلاطو في الشكل اللي بغات. المهم راه هادو بلاطو كانوا ديال خطوبه وحده يعني ديال كليانه وحده مع البلاطو ديال التمر. كانوا حتى المملحات غتشوفوهم ان شاء الله في الاخر ديال هذا الفيديو. بالنسبه لهاد البلاطوات هادو كيخرجوا ما بين 160 درهم حتى 170 درهم حتى 130 درهم على حسب الطلب ديال، المهم على حسب المدينه فين نتوما وعلى حسب يعني السيكتور فين كتخدموا. وبالنسبه لهذا المملحات راني ديجا مشاركاهم معكم في فيديو قبل من هذا ومشاركه معكم حتى الاثمنه. بالنسبه للفقيقسات ان شاء الله حتى هما كاينين في هذه الطلبيه هذه غادي لكم عليها ان شاء الله فيديو بوحدو، وغادي نشارك معكم ان شاء الله حتى الاثمنه من غادي نشارك معكم الوصفه كامله ديال المملحات. المهم كانوا هادو هما الطلبيه ديالنا ديال اليوم بصحه والراحه، والله يكمل بخير على العروسه وعلى جميع العريسات ديال هاد الصيف ان شاء الله اللي كيوجدوا لعرسهم. الله يكمل عليهم بخير والله يفرحهم والله يرزقهم الذريه الصالحه ويرزقهم الزوج الصالح ويسعدهم يا ربي في حياتهم. واللي كتمنى شي حاجه الله يسهل عليها والله يوصلها ليها والله يحققها ليها ان شاء الله يا ربي بصحه وراحه. واي تساؤل كان عندكم مرحبا والف مرحبا، خلوا لي في التعاليق، راه اي تعليق جاني كنجاوب عليه، اي سؤال كان عندي كنجاوب عليه، وحتى لا ما نقدرش نجاوبها كنخلي لكم النمره ديالي في الواتساب في التعليق وكيدخلوا عندي البنات الواتساب وتما كنزيد نشرح لهم اوديو كتار. المهم مرحبا والف مرحبا، اي تساؤل مرحبا بكم سواء كنتم محترفات او لا مبتدئات. وحتى بالنسبه للمحترفات اللي كيعرفوا في الاثمنه يعني اللي سابقيني في الدومين كنتمنى يفيدوني في الاثمنه حتى هما في التعاليق ويقولوا لي واش هذا هو الثمن مزيان باش خدمت او لا طيحت الثمن او لا زدتني في الثمن. المهم كنتمنى حتى هما يعطوني الراي ديالهم في التعاليق. شكرا لكم بزاف على المتابعه، نلقاكم ان شاء الله في فيديوهات مقبله مع وصفات جديده ومع اقتراحات جديده ومع نصائح جديده. سمحوا لي بزاف ما شاركتش معكم هاد البلاطوات هادو، ولكن راه الكعبه مشاركاها معكم، صاب لي كنشاركو معكم دائما المعلكه حتى هي مشاركاها معكم وغنعاود نشاركها معكم.